شوفوا بقى البتنجانتين الصغننين دول هنعمل بيهم أحلى طاسة مسقعة وأوفر طاسة مسقعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ هنعمل بقى أحلى طاسة مسقعة ببتنجانتين أو بتنجانية بس. لو عندك بتنجانية تعالي بقى هقولك هنعملها ازاي. سهلة جدا وبسيطة واقتصادية جدا جدا جدا. يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا يا حبايبي، أول حاجة أنا قطعت البتنجان طرنشات بالشكل ده وسبته كده حوالي ساعة أو نص ساعة لحد ما دبل وتصفى خالص من المية بتاعته. بعد كده جبت صينية كده وحطيت فيها حبة زيت صغيرين، مش هنقليه يعني احنا هنشوحه في حبة الزيت الصغيرين دول على الجنبين طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين. هنفضل نقلب فيه، هو هيتشوح وهيتحمر. مش هنحط زيت كتير، انا حاطه في الطاسه حبه صغيرين يعني او في الصينيه اي حاجه عندكم تحمروا فيها. غدوه بقى كده جميله جدا، كلنا طبعا بنعشق البتنجان وبنحب المسقعه. دي طريقه سهله جدا جدا سريعه يعني للمستعجلين بقى كده. ونقلب البتنجان هنلاقيه اتحمر معانا على طول. بعد كده بقى هنشيله، اللي تتحمر معانا نشيلها. لما تعملوا الوصفة دي على الفطار بقى، على الغدا، على العشاء، هي أكلة حلوة ومشبعة كمان. مين فينا ما بيحبش المسقعة؟ كلنا بنموت في المسقعة. كده البتنجانتين الصغننين اللي احنا حمرناه والله عملت مقلاية كده حلوة وكلنا كلنا منها وشبعنا. ادي بقى الطاسة بتاعتنا او المقلاية او الحلة او الصينية اي حاجة عندكم. وننزل بقى بمعلقتين زيت، وننزل بأربع فصوص توم، ونحمر كده التوم زي ما حضراتكم شايفين. سهلة جدا. ومعاهم قرنين فلفل، أهم حاجة طبعا في المسقعة الفلفل. وكنت مقطعة قطع طرنشات ونزلتها ورصيتها بالشكل ده. نحط بقى الكزبرة والكمون والفلفل الأسمر، مش هحط أي حاجة إلا كده بس. وادي حبة الخل بتوعنا اللي بيدوا للمسقعة كده طعم جميل، والملح بتاعنا. ونقلبهم وبرضو نخليهم كده مرصوصين في المقلاية بتاعتنا، لأننا مش هنقلبهم تاني. وبعد كده بقى نزلت بنص كوباية مية وسيبتهم لحد لما يتسبكوا مع بعض. وارص بقى البتنجان بتاعنا فوق الوش بتاع المقلاية بالشكل ده. والله طعمها جميل جدا جدا وسهلة. لو عملتوها على الفطار أو تتغدوا بيها جميلة جدا، أو تتعشوا بيها حلوة. المسقعة حلوة في كل وقت. نرص البتنجان كده، يا سلام، جميلة جدا. ونزلت برضو بنص بقى او اقل من نص كوباية مية كمان، عشان بقى ايه، البتنجان يتشرب مع الطماطم كده يبقى طعمها حلو. وقرنين فلفل تاني. طبعا اللي مش بيحب الفلفل ده يحط فلفل رومي، بس احنا بقى بنحب الشطة، من عشاق الشطة. طبعا انا ما قلبتش، انا رصيت البتنجان ونزلت نص كوباية المية وحطيت الفلفل لحد لما كلهم شربوا من بعض بالشكل ده. وخلصت اكلتنا على كده. ايه رأيكم؟ مفيش أسرع من الأكلة دي. جميلة جدا جدا جدا. وما فيهاش مكونات كتير، هي الطماطم والبتنجان وقرنين الفلفل. مفيش مكونات، يعني أكلة بدون مكونات. أي حاجة بنعملها في البيت بأسهل طريقة. أتمنى بقى إن الطريقة بتاعتي تكون عجبتكم، وأتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. وإن عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى تدعموني وتشجعوني وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناة، وأهم حاجة تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم أي حاجة جديدة أعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.